فكوني احسن لكم، مش هيحصل لكم كويس، مش هسيبكم في حالكم. اسكت يا واد، ما تتكلمش يا واد ولا تتضرب تاني. تفكروا الموضوع يعدي بسهولة؟ تبقى عبط. انا مش هسيبكم على اللي انتوا عملتوه فيا. قلت لك اسكت يا واد، ما تتكلمش، مش عاوز اسمع صوتك. خدت منه الموبايل وكل حاجة، هنعمل فيه ايه بقى؟ اصبري، زمان نورة جايبة احمد دلوقتي وجاية. تعالى يا احمد. ده ايه ده يا جماعة؟ ده اللي عاملينه في الراجل ده؟ ايوه يا كبير، تعالى فكنا يا كبير. شفت عاملين فيا ايه؟ شكلك انت عاقل، انت هتفهم الموضوع. قلت لك اسكت ياد، ما تتكلمش خالص. ايه يا احمد اللي احنا عاملينه فيه؟ عيل قليل ادب وكان يستاهل كده، وعيل كان عاوز يلعب على البت وبيهددها بالمكالمات والتليفون اللي معاه. يا جماعة فكوه، بعدين انا ارسيكوا على كل حاجة. اسمعوا كلامه، فكوني. يا نورة اللي جوزك بيقوله ده؟ مش عارفه والله يا نوال. يا جماعة احنا مش مجرمين عشان نخطف احنا. فكوه يلا وخليه يغور في داهية. اسمعوا كلام الراجل ده، شكله عاقل وفهم في الأصول. فكوني يلا، خلينا نغور في داهية. والتليفون والحاجة هنديها له كمان يا أحمد. لا التليفون ما تديهولوش، اديله حاجته بس وخد التليفون، او امسحوا الحاجة من على التليفون واديهوله. ليه كده يا عم أحمد؟ كلامك كده مش هيعجبني. بقول لك ايه، هتاخد التليفون وهو ممسوح من عليه الحاجة وتمشي، ولا تفضل قاعد وتخلي التليفون موجود وعليه الحاجة؟ اللي أنت شايفه يا عم أحمد، لا أمشي أحسن. يلا فكوه يا جماعة، فكوه ومشوه. يلا بسرعة وبعدين انا ارسيكم. يلا اسمعوا كلام عم أحمد، فكوني بسرعة يلا. طيب يا أحمد، اللي أنت عاوزه أما نشوف آخرتها. ماشي يا أحمد. يا ابو تامر، لقيت الواد ده ولا لسه؟ دلوقتي بس مرحو ده يا باشا، بدور عليه لكنه إبرة وقعت في وسط قش. بدور عليه أنا وسردينة، مش مخليين أي حتة لما بندور عليه، ولغاية دلوقتي ما ظهرش ولا باين له أثر. الواد ده برضه لازم يتلاقى ابو تامر، الواد ده عارف كل حاجه. دي غلطتك يا بيه، اللي انت بتوثق في ناس مش ده منها قوي. ده يا ابو تامر، فيها ابو تامر، انا عارف انا بعمل ايه. وبعدين ده راجل من رجالتنا. وبعدين ايه بيه اللي انت طالع لي فيها دي النهارده؟ انا اسمي المعلم ابو تامر. حاضر يا معلم، اديني بدور عليه انا وسردينة، وان شاء الله ان شاء الله هنلاقيه. الجماعه الاجانب جوه ابو تامر عاوزين ننجز وقت ابو تامر، والواد وامه زمانهم جايين دلوقتي. متقلقش من اي حاجه يا معلم، كل حاجه هتبقى تحت السيطره. الواد وامه جم اهو ابو تامر. السلام عليكم يا بيه. ايه ابو تامر؟ ابو تامر، عامل ايه يا ابو تامر؟ الحمد لله يا محمد، الحمد لله يا حاج. عاملين ايه؟ ايه يا واد اللي جاب ابو تامر عند البيه؟ مش عارف يا امي، اصبري هعرف دلوقتي. حضرتك يا بيه تعرف ابو تامر ولا ايه؟ ابو تامر شغال معايا يا محمد، هقول لكم دلوقتي. شغال معايا؟ اصبر يا امي، هدي عنصر المفاجأة دلوقتي اما نشوف شغال معايا ايه ده. دراع اليمين يا محمد. يا محمد، مش عاوز ناكل عيش زي ما انت عاوز تاكل عيش ولا ايه؟ ولا انتوا بتحبوا تاكلوا العيش لوحدكم؟ لا كل عيش يا اخويا، وحط عليه مربى كمان. مالك انت وامك مستغربين ليه اللي انا شغال مع المعلم؟ لا عادي يا اخويا، نستغرب ليه؟ تشتغل معاه ولا ما تشتغلش؟ احنا كده كده موضوعنا غير موضوعك. ده ما انا موضوعي هو موضوعكم. اللي هو ازاي ده يا امي؟ ترابي، ما تفهمونا بقى الموضوع ايه بالظبط، عشان ما نبقاش كده غرقانين في وسط المية. ها ولا اي غرق يا حاج، هفهمك دلوقتي. خش نقعد جوه افهمك دلوقتي. روح يلا يا ابو تامر على اللي انا قلت لك عليه. حاضر يا معلم. استاذنكم يا جماعة. اذنك معاك يا ابو تامر. تعالوا يلا يا جماعه نخش جوه عشان افهمكم الموضوع. انت ليه يا احمد كده خليتنا مشينا الواد ده؟ يا جماعة الواد ده طول ما انتوا ماسكينه كده هو مش في القضية. الناس التانية هيتقبض عليها، وده يبقى كده طلع من القضية، وكمان احنا اللي لبسنا قضية خطف. كنا نعلم الادب شوية. خلاص ما بقاش فيه وقت. خلاص الرجالة بتجهز نفسها عشان تخش البيت وتبدأ تشتغل، والحكومة بتجهز نفسها عشان تبدأ تقبض عليهم. وبعدين يا جدعان انتوا مش خدتوا الموبايل اللي فيه الحاجة ومسحتوا كل حاجة من عليه؟ خلاص هو كده ما معوش حاجة. هو دلوقتي تركيزه كله في المشكلة بتاعت البيت، فهو هيروح للمعلم وهيبدأ يجهز نفسه عشان موضوع البيت. بس انت ما شفتش حاجة يا احمد، ما شفتش نوال عملت فيه ايه؟ ده اديته علقة في التمام. طب وهو يا جماعة ضربتوه بهدلتوه عاوزين ايه تاني؟ خلاص كفاية عليه كده. هو يستاهلها، عيل مش متربي ولا شاف ريحة التربية. خلاص يا جماعة، هو خد اللي فيه النصيب. وانت يا بنتي تاني مرة اي حد يكلمك كده ولا كده عيب. وبعدين عيب تعرف حد عن جوزك، عيب. انت بنت اصول، ما ينفعش. وبعدين كان هيوديك في داهية. كم مرة كان هيخليك تحط سم للجماعة في الاكل، وكنت هتلبس انت في داهية، وساعتها يعمل نفسه مش عارفك، وانت اللي كنت هتلبس الحوار وما تعرفيش دماغه فيها ايه تخطيط. غلطة مش هتتكرر تاني يا احمد. بس يا محمد هو اللي زهقني في حياتي. محمد انت عارف معاملته وعارف اسلوبه،
والكلام ده كله، وبعدين انا ما بحبوش. ما بتحبهوش تطلعي منه، وكل واحد يروح في طريق، لكن ما توصلش للغدر والكلام ده كله. حاضر يا احمد، ما ده اللي انا اقول لاهل عليه، انا عاوز اتطلق منه. بس ما بتحبهوش يبقى ما تعيشيش معاه، لكن ما توصلش للغدر والخيانة والكلام ده كله. ماشي يا احمد. هتفهمنا كده يا بيه ابو تامر شغال معاك ايه، عشان نبقى كده راسيين على كل حاجة. ابو تامر شغال معايا يا محمد، راجل من رجالتي، في إيه مالك؟ وبعدين ابو تامر مالكش علاقة بيه، الكلام كله معايا انا. انت شاغل دماغك بابو تامر ليه؟ عشان الراجل ده يا بيه راجل مش كويس وراجل مش سالك. مالكوش دعوة بيه يا جماعة، الكلام معايا انا، وانا يوم ما اخلف معاكم في كلمة تبقى تتكلموا معايا انا. اركن ابو تامر ده اكنكم ما شفتهوش خالص، مالكوش علاقة بيه. انت تعرف يا بيه اللي كان عاوز يأجر الارض مني، وكنت خلاص هأجرها له لما حصل كام مشكلة كده. هو كان راجل معاملته معايا كويسة، بس بعد كده اتغيرت. عارف كل اللي انت هتقوله، وعارف ايه اللي حصل معاك، وعارف كل حاجة بتحصل، انا كل حاجة بعرفها. مش حوار اخوك احمد ساعة ما خد منه العقد وخد منه الفلوس وحصل حوارات ما بينهم ومشاكل؟ واه واه واه، ده انت دريان على كل حاجة يا بيه، ده مفيش حاجة مستخبية عليك. اقول لك على حاجة كمان انت هتستغرب بيها. انت مش رحت اجرت واحد يخطف مرات اخوك وصاحبتها؟ ايه يا بيه، وانت كنت قاعد معانا ولا ايه؟ انت عارف كل حاجة. ما انت تفكر ايه يا محمد، انا اعرف دبة النملة وانا قاعد في البيت. عاوز تعرف ايه كمان ولا كفاية عليك كده؟ لا كفاية يا بيه، كفاية. هتقول لي ايه تاني؟ انت ناقص تقول لي لون الملابس الداخلية. ايه يا بيه، في ايه بالظبط؟ في يا محمد اللي في شغلانتنا دي لازم نعرف كل حاجة. حاضر يا بيه، انا هسكت خالص ومش عايز اعرف حاجة خلاص. اقعدوا بقى واستريحوا كده لغاية ما ابعت اجيب لكم حاجة تشربوها، لغاية الجماعة الأجانب ما يصحوا من النوم. ماشي يا بيه. وانت كنت فين يا زفت؟ مختفي فين؟ كنت مخطوف يا معلم. كان النسوان اللي هم تبع الواد اللي اسمه احمد دول، اخو الواد اللي اسمه محمد، كانوا خاطفيني وخدوا مني الموبايل ومسحوا كل حاجة على الموبايل وضربوني وادوني علقة تمام. اللي اسمه احمد ده حسابه معاه عسير اوي، نخلص بس من المصلحة دي وهيبقى حسابه معاه عسير. انت ايه اللي وداك عندهم يا زفت؟ مفيش يا معلم، كنت بكمل خطتي زي ما بقولك، ورحت اقابل البت عشان اهددها، راحوا ضربوني وبهدلوني. مش قلت لك خلاص موقف الخطة؟ انت دماغك فيها ايه بالظبط؟ مغلاش التفكير الوحش ده معايا، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم، انا قلت اساعدك وانت عارف ان انا يعني حسن نيتي عادي. وبعدين يا معلم انا راجل من رجالتك من ايام زمان، عمر ما تفكيري هيروح في وحش ولا حاجة. انا كنت فاهم دماغك. انت دماغك كان فيها تخلص من الواد وامه، وخلي البت تكتب لك البيت باسمها، وتقعد تساهم فيا انا، والموضوع يتعطل اكتر من كده، وساعتها انا اتذل ليك. صح ولا انا غلطان؟ فيش منه الكلام ده يا معلم، عمرها ما تحصل مني، انت عارف يعني معزتك عندي. وبعدين المصلحة على الكل مش على واحد يعني. لا انا اكتر واحد فاهم دماغك وعارف دماغك كويس، وانت طول حياتك كده. هنخلص من المصلحة دي وحسابها يبقى معاك عسير بعد كده، بس نخلص من المصلحة. روح يلا جهز نفسك وجهز رجالتك، عشان الناس خلاص قاعدين جوه وهيقعدوا مع الناس الأجانب، وهنخلص كل حاجة. حاضر يا معلم. عيل مش سالك. يا سردينة، لقيت الواد ده سردينة ولا ما لقيتوش؟ الواد فص ملح وداب ابو تامر، عمال الف عليه في كل حتة مش لاقيه، مش عارف الواد ده اتغفص راح فين. مش عارف المعلم هيلبسنا في الواد ده ليه، ما كنا احنا معاه. عمال يقول لي جدولي من تحت الارض وجدولي من تحت الارض. ما نكمل احنا المصلحة ولازم يكون معانا يعني. هنلاقيه يا ابو تامر وما تقلقش. هيروح فين يعني؟ انت يا راجل عملت اللي قدام ابو العريف، قلت له هجيبهولك ومالكش دعوة. عملت لي فيها عنتر فجلة. جرى يا ابو تامر، ما تخف العالي شويه يا ابو تامر، ما تبقاش كلامك معاه كده، خف العالي شويه. يا سردينة هتعمل ايه يعني؟ ما خفتش العقل. ايه يا عمي، ما انت اللي عملت فيها عنتر فجلة. انا مالي؟ قعدت اقول لك واكز لك واغمز لك مفيش فايدة. هجيبهولك يا بيه، هجيبهولك يا معلم، وعملت لي فيها سبع البرمبة. معلش خليه عليك يا ابو تامر، وانا الواد ده انا اللي هجيبه يا ابو تامر، وانا اللي هلاقيه. ما تقلقش من اي حاجه يا ابو تامر. وبعدين يا ابو تامر ما تتكلمش مع الحديد ده تاني مره. يا سردينة، ده انا بعاملك زي تامر، ما خلينيش اغير معاملتي معاك. اديني قلت لك. غير معاملتك ازاي يعني يا ابو تامر؟ اللي بيننا وبين بعض شغل، مش حاجه تانية. وبعدين يعني انت لازم تعملني كده، مش انت اللي مربيني.
وهنا أسكت قليلا. كسفتني وأحرقتني وخليت وشي نزل في الأرض. لا طيب يا سردينة، طيب يا سردينة، لازم أعملك كده فعلا عشان أنا اللي مربيك. اي خدمة يا ابو تامر، بنعرف نثبت برضه. وبعدين عيب عليك يعني، ده انا تربيتك. تربية وحشة. يلا لو حتة من حتة وأنا من حتة، وربنا عطلنا في ابن التايهة ده. ماشي يا ابو تامر. أهلا وسهلا حبيبي، أهلا وسهلا بيكو. بس أمي بيتكلم إزاي؟ أنا أول مرة أشوف راجل كده زي اللي بيطلع في التلفزيون. بس يا واد ما تضحكوهمش علينا، بص لابسين عاملين إزاي. أهلا بيك يا خواجة، أنت عامل إيه وإيه الأخبار؟ كله تمام حبيبي، كله تمام. أنتوا إيه الأخبار؟ إيه المعلم قال لكم على كل حاجة؟ الأخبار تمام، المعلم قايل لنا على كل حاجة. انتوا بس جاهزين بالفلوس ولا ايه الحكاية؟ والله هنضيع وقت. ايه يا حبيبي انت بتقول عليه ده؟ فلوس موجودة، بس احنا منحبش نضيع وقت. انت عاوز فلوس نديك فلوس، احنا عاوزين ننجز وقت. ما تقوليش تضييع وقت، احنا ما بنحب تضييع الوقت. يا واد بس يا واد، شكلك بتلخبط معاهم في الكلام وانت مش عارف تتكلم معاهم. اسكت انتي، انا فاهم كل حاجة. ده هما بيتكلموا زي الجماعة اللي بيطلع في التلفزيون، وانا بتفرج على التلفزيون في القهوة، فعارف هما بيتكلموا ازاي. انت بتتفرج على التلفزيون انت؟ انا كمان يا خواجه ما بحبش تضييع الوقت. 50-50، ديل اور ديل. شكلك دمك خفيف. بقول لك ايه، احنا عاوزين نروح البيت النهارده، ايه رايكم؟ نروح يا خواجه، نروح في اي وقت. لا يا خواجة، الموضوع مش سهل زي ما انت بتتكلم كده، موضوع عاوز ترتيبات. ترتيبات ايه يا معلم؟ اسكت انت يا محمد، متتكلمش خالص، انا اللي بتعامل. قولي له يا حاجة يسكت. اسكت يا واد، سيب المعلم هو اللي يتكلم، احنا شغالين مع المعلم. لازم نجهز رجالتنا برضو، احنا اهل البلد دول يا شموا خبر ممكن يخش يخلصوا علينا كلنا ويجيبوا لنا الحكومة يا خواجة. موضوع مش سهل زي عندكم في اوروبا، موضوع هنا صعب. حبيبي انا عاوز انجز وقت. هتنجز وقت ماشي، بس عشان ما نتضرش كلنا. خلاص يا خواجة، هنقعد بس نتغدى وبعدين نحكي في الموضوع. يلا بينا يا جماعة. عين العالي يا معلم، اللي انت شايفه يا حبيبي. يا عماد، ايه الاخبار؟ الدنيا دايره على ايه دلوقتي؟ الدنيا كلها تمام. اخوك محمد والحاجة هناك من الصبح قاعدين في بيت المعلم، والواد اللي انتوا كنتوا واخدينه ده برضه وصل هناك، وكله متجمعوا هناك. وبعدين الدنيا ماشية زي الفل، وبيتفقوا على كل حاجة، والجماعة الخواجات هناك. حبيت اقول لك برضه كل حاجة عشان تبقى راسي كل حاجة. يعني كله تمام، الخطه ماشيه مظبوط؟ ايوه يا احمد، الخطة ماشية مظبوط. وبعدين الباشا عرف موضوع ان الجماعة عندك اللي خدوا الواد ده، وقال لك لا خلاص، طالما سيبوه خلاص اكن ما فيش اي حاجة. انا معرفش اللي هما كانوا هيعملوا كده، وانا هروح للباشا برضه وبفهمه. لا عادي خلاص، هو قال لك عادي. وانت برضه بكلمه كلمتين وقول له ما يزعلش. انا كده كده هكلمه كلمتين، ما انا لحقت الموضوع في الاخر. الواد ده كان فضل وما كانش قالوا لي، كان القضيه باظت والخطه باظت. كويس اللي انت لحقت الموضوع في الاخر وخليتهم سيبوا الواد ده. انا برضه بفهم الباشا. حاجة تاني الباشا بيقول لك عليها، بيقول لك افرح يا عمي، الدكتور خد اعدام وكل اللي معاه خدوا مؤبد. قضية الاطفال، ويقول لك مبروك، الدكتور خد اعدام والكل اللي معاه خدوا مؤبد. بجد؟ بجد والله؟ يعني حق الاطفال رجع؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. المهم دلوقتي هروح اكمل مراقبة، وفي اي اخبار جديدة ابلغك عليها، وانت لو في اخبار جديدة بلغنا عليها عشان نبقى فاهمين الدنيا سوا. حاضر يا عماد، روح انت وما تقلقش، ولو في اي جديد ابلغك، وانت لو في اي جديد بلغني. ماشي يا احمد، يلا سلام. ما انت كريم يا رب، الدكتور خد اعدام.